النهارده احنا مع بعضينا وهنشوف ستال وهنشوف الاهلي وهنشوف المعلقين هيعملوا ايه. احنا هنقول للاهلي 2-0 وهنقول لستال روح للعيال. يلا بينا. مرحبا. اولا حابين بمستر كولر. هلو كونجر باس فيلز. اوكي. عايزين نعرف ايه افضل تشكيله النهارده الاهلي هيلعب بيها قصاد ستال الامريكي، واكيد كلنا عارفين ان ستال الامريكي بيلعب على مركز متقدم، وكل الانديه بتلعب على مراكز عايزين يوصلوا لاعلى نقطه في كاس العالم. فانت ممكن تعرف لنا ايه التشكيله الانسب اللي الاهلي هيلعب بيها؟ فارس 6 انتاج ليبر جماليز مين الاندريك سار ميجانيز ليبو فرامبين ليكس ان بنجاني دوري ميزان لين جنجان لين دوكس لين النجين بيرك دابري سيرف 5 ليربنتاي. اوكي حضرتك هو بيقول يعني ان هو هيلعب يعني يعتبر نفس الماتش اللي فات، نفس ماتش اوكلاند سيتي، بس الماتش ده يختلف عن ماتش اوكلاند سيتي اللي فات. فده لا ماتش ما هو الامريكي فايت والمباراه اللي جايه بعد الماتش ده مع ريال مدريد اكيد حلم كل فريق في العالم انه يقابل ريال مدريد. لا هو مستر كولر بيفكر انا الماتش ده النهارده ماتش ستال هو ده ماتش النهائي، ما بيفكرش في اللي بعديه. اوكي ماتش ستال ده ماتش النهائي، اللي بعديه لما اطلع من الماتش ده افكر في اللي بعديه. وهو ان شاء الله النهارده عامل خطته التشكيل بتاعه، يعني زي مثلا ايه معاك الكوره الاهلي اللي معاه الكوره هيلعب بخطه 3-5-2، ان انا ابقى ماسك الكوره وفي الهجوم الكرة تتقطع مني في تشكيل تاني، وهو محفظ اللعيبه محفظ اللعيبه كل ده. وبرضه بيلعب بنقطه تاني النهارده عمرو السوليه وحمدي فتحي هتلاقوهم كتير قوي في ال 18. هل هيبدا بكهربا ولا محمد شريف؟ واتز كهربا عند محمد شريف. كود جيرين ده شرشي تيرو بريس. محمد شريف هيبدا بمحمد شريف، هيعتمد على سرعات محمد شريف في الاول يرهق المدافعين، وبعد كده ينزل كهربا يعتمد عليه كمهاره، وزي ما شفنا الماتش اللي فات. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. توفيق فيري جود. كنا مع المحللين اللي هيروحوا وهم رايحين، وان شاء الله هنقول للاهلي الف مبروك 3-0. 5 الاهلي هيجيب 5 وهيخلي ستال تروح للتلامسه. يلا بينا.